في كتاب طريقة الحياة الآشورية لفيفة 311 تتحدث عن الفقير. لم يكن الفقر عند أجدادنا عارا ولا نقصا، بل كان الفقير قريبا من الله، ترتفع صلواته نقية وقوية. كانوا يقولون: الفقير غني بالروح. البيت بلا مال قد يكون غنيا بالمحبة، بالقرابة، وبالقلب الطيب. من لم يكن عنده خبز يخبز له الأتجار، من لم يكن عنده زيت يملأ له الآخر جرته، فالقرية كلها كانت عائلة واحدة. الفقير كان يكرم لصبره وتواضعه ولصلواته الصامتة التي تحرس الجماعة. كان وجوده يذكر إن الغنى الحقيقي لا يقاس بالممتلكات، بل بالمشاركة والبركات.